السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو شهير جدا لطبيبة الإسكندرية. طبعا الموضوع واخد زخم كبير جدا، والنيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وناس بتسأل هي صح ولا غلط؟ اللي عملته ده كان بسبب أو بهدف توعية الناس والحفاظ على أولادهم، ولا هي تجاوزت في اللي حصل ده؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا أو هو أهلكهم، أي كان سببا في هلاكهم. كل المجتمعات البشرية فيها مشاكل خطيرة جدا. من المجتمع البشري الأول آدم وحواء عليهما السلام وقابيل وهابيل، شفنا القصة الشهيرة اللي حصلت بين قابيل وهابيل. سيدنا نوح وأولاده، سيدنا يعقوب وأولاد يعقوب، قصة سيدنا يوسف ولما نزل مصر، سيدنا موسى عليه السلام. مجتمع النبوة، يعني خلي بالكم المجتمعات دي كان على رأسها القدوة بتاعتهم الأنبياء والرسل، وحصل فيها المشاكل دي. مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا المرأة الشريفة التي سرقت، شفنا ماعز والغامدية، صحابي وصحابية، والاثنين كانوا متزوجين وحصلت حادثة الزنا الشهيرة والعياذ بالله. ولكن أي نعم، الأمراض الاجتماعية دلوقتي بقت كتير وخطيرة جدا. المجتمع بتاعنا دلوقتي بقى فيه مشاكل كتير جدا في الكم والنوع. الصح بقى ان احنا نعمل ايه لما نيجي نوعي؟ سيدنا عمر يقول: اميتوا الباطل بالسكوت عنه. حتى الدكتورة هي بتتكلم في الفيديو بتقول ان ده بسبب افلام فلان وعلان، ووقعت في نفس الخطأ. فلان وعلان ده كان بيجيب سوءات المجتمع ويعرضها على الشاشات، فالناس بتتعلم منها. كذلك الدكتورة لما طلعت برضه سوءات المجتمع، للأسف الشديد في ناس كتير جدا بتقع منها. الحاجة التانية ان هي جابت ناس اصلا لما قالت القصص بتاعتهم في معظمهم ناس مسجلين خطر، وناس اتحبسوا مرة واثنين وثلاثة، والولد اللي جاي جاب عقد عرفي والكلام ده. فدي فئة من المجتمع مشاكلها كتير جدا، يعني مترددين على السجون. فكان ينبغي النصيحة انها تكون نصيحة تربوية، نصيحة فيها توجيه لطيف. الألفاظ الكتير جدا من الناس أعابوا عليها ان هي لا تليق بدكتورة ولا تليق بان هي تتقال على الملأ. الاسلوب وطريقة النص كانت فيها مشاكل. احنا بنقول دائما وابدا الانسان ممكن يعاقب بالكلمة عقوبة الهية شديدة، واحنا المفروض نحاول نتكاتف علشان نمنع المشاكل الاجتماعية اللي بتحصل والمصايب الكتيرة دي. ولكن الطريقة في ان احنا نوعي الناس بحسن الخلق، نقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، ولا نظهر هذه السوءات على المجتمع ونعمم تعميم الخطير اللي هي بتقول ان كل واحد لازم يروح يكشف يشوف الدين بتاعته او بتاع اولاده. ده كلام غير مقبول وكلام خطير جدا. نسأل الله ان يفرج كربها، ونسأل الله عظيم ان يهدينا جميعا ويهدي هذه الامة الى ما فيه الخير والصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.